هي ازاي الاسماك بتتنفس تحت الميه؟ ها، من الخياشيم يا عم مو سهله. صديقي الناصح، انا قصدي العمليه دي بتتم ازاي. ركز بقى عشان تعرف كل مخلوقات ربنا اللي عندها خياشيم بتتنفس ازاي، واسمع بس. الخياشيم هي هياكل دقيقة شبه الريش، متصممة عشان تستخرج الأكسجين من المية وتطرد ثاني أكسيد الكربون. ناخد بصة على تشريح الخياشيم. كل خيشوم بيتكون من كام جزء؟ أولهم أقواس الخيشوم، هياكل عظمية أو غضروفية بتوفر الدعم. تاني حاجة خيوط الخيشوم، هياكل ناعمة ورقيقة بتزود مساحات السطح لتبادل الغازات. بعد كده الصفائح، ودي جواها الخيوط وبيحصل فيها تبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون. الصفائح دي بقى فيها السحر كله، مليانه شعيرات دمويه، اكبر اتصال بين الدم والميه. كفاءه الخياشيم بتبان في ظاهره اسمها التبادل المعاكس للتيار. الميه كده تبقى متدفقه فوق الخياشيم في اتجاه، والدم في الاتجاه المعاكس، وده بيخلي الاكسجين ينتشر باستمرار في الدم. والسمك عنده طرق مختلفه عشان يحرك الميه فوق الخياشيم. عندك مثلا اسماك القرش بتعوم بقها مفتوح عشان تدفع الميه خلال خياشيمها، وحبه تانيين تلاقيه يفتح ويقفل بقه، وده نظام الضخ. الخياشيم مش بس للتنفس، دي بتلعب دور مهم في النظام الاسموزي، وده بيحافظ على التوازن بين الاملاح والميه، خصوصا للاسماك اللي بتتنقل ما بين الميه المالحه والعذبه. من اصغر سمكه في المحيط لحد القروش، الخياشيم شهاده كبيره على براعه وتعقيد الحياه البحريه، وعلى وجود خالق حاطط السيستم ده ليهم. طب ايه المخلوقات اللي في البحر اللي ما عندهاش خياشيم؟